الكريمة أستاذ محمد، لنبدأ فيما يتعلق بأجواء إحياء ثورة 25 من يناير بعد 3 سنوات، أي في الذكرى الثالثة. هل تعتقد بأن الأهداف التي خرج من أجلها المصريون في ثورة 25 من يناير تتحقق؟ بداية الثورة مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها. ثورة 25 يناير عانت من فساد نخبة سياسية ومن سعي بعض الجماعات للاستئثار بها. وما هي الأهداف؟ أهداف ثورة 25 يناير كانت واضحة: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني. لما نتكلم عن 25 يناير لازم نأكد أننا كثوار رفضنا أو بنرفض بشكل قاطع الخلط بين مطالب الثوار وما بين مطالب جماعة انتهازية خانت وما زالت بتخون الوطن. مطالب الثوار هو استكمال الثورة، هو القصاص لشهدائها، هو التأكيد على العدالة الاجتماعية، هي فكرة إسقاط أي نظام خان الوطن، والتأكيد على شرعية خريطة الطريق واستكمالها لحين انتقال السلطة لإدارة مرحلة انتقالية يكون عليها مسؤولية تحقيق أهداف الثورة من خلال برنامج سياسي. وهنا بنأكد ان احنا كتنسيقية 30 يونيو حاولنا بشكل كبير ان احنا نتدارك الخطأ اللي وقع فيه غالبية الثوار في 25 يناير 2011 في فكرة عدم التوافق على مرشح بعينه. طيب. الوضع الحالي بيأكد ان شخصية المشير عبد الفتاح السيسي بتحظى بشكل توافقي من عدد كبير من القوى السياسية، وبيتمتع بكاريزما وبحب من الناس بيؤهله أن يكون مرشح. إذن الثورة تحقق أهدافها في عامها الثالث. الثورة ما زالت مستمرة. طيب أستاذ معاذ، الثورة ما زالت مستمرة وتسير في الطريق الصحيح حسب ما فهمته من الأستاذ محمد، هل توافقه الرأي؟ أنا في الحقيقة مستعجب من منطق الأستاذ محمد في موضوع الثورة التي تحقق أهدافها. أنا في الحقيقة شايف أن ما يحدث في مصر هو انقلاب على الثورة، هو تراجع تام لكافة مكتسبات الثورة. ثورة يناير إن كنا بعد سقوط رأس نظام مبارك لم نحصل إلا على الحرية، فكنا نتمتع بحرية التعبير عن الرأي، بحرية النشر. الآن أغلقت القنوات، الآن أغلق كل شيء، كل وسائل التعبير عن الرأي. تم القبض على كافة النشطاء أو عدد كبير من النشطاء. اليوم تم ضبط وإحضار يعني الناشط اليساري هيثم محمدين والناشط من شباب العدالة والحرية محمد عواد وغيرهم وخالد السيد وغيره من النشطاء وشباب يناير. الثورة يتم الانقلاب عليها بكل الوسائل. أنا في الحقيقة أستعجب جدا من منطق الثورة خرجت ضد رجل عسكري. نحن خرجنا ضد مبارك ليس لأنه مبارك، ولكن ضد نظام مبارك كشخص، وضد مبارك ضد نظام مبارك بالكامل، وضد مبارك كشخص عسكري لا يخضع لإرادة الشعب، راجل جاي من خلفية عسكرية لا يؤمن بقيم الدولة المدنية، يتخطى كل شيء. فأنا من العجب أن أنا أطحت بمبارك الطاغية. إلى أين وصلت الثورة في مصر؟ وآتي أو أرشح أو أقبل أن يأتي بعد ذلك مرشح عسكري، أو أقبل أن يدير بلادنا عسكري بنفس هذا المنطق. أنا شايف أن فيها مساحة كبيرة من يعني التناقض والشيزوفرينيا. طيب. إذا كنا بننتقد حسني مبارك لأنه كان يرتدي بذلة وهو أصله عسكري. طيب. لا يبقى معي إلا دقيقة، سأعطيك نصف دقيقة والأستاذ معاذ أيضا نصف دقيقة لنتكلم عن أنت متفائل مما يجري الآن وأنها تسير في الطريق الصحيح. ماذا لو تم التعامل مع ما يجري الآن بنفس المنطق الذي جرى مع الرئيس المعزول محمد مرسي، استعمال الشارع وقلب المفاهيم؟ ما سيكون ردكم؟ أنا كنت شاهد عيان على وجود محمد مرسي في قفص الاتهام وخلف القضبان لكوني محامي أسرة الشهيد الحي الحسين أبو ضيف، وعندما رأيت مشهده كنت مشفق كثيرا على أتباع جماعة الإخوان وعلى شبابهم، وتأكد لي في هذا الحين وفي هذا التوقيت. طيب. أن إرادة الشعب المصري الواعية قادرة على إسقاط أي نظام بيحيد عن أهداف الثورة، وأن أي رئيس قاطب حتى ولو كان شخص الفريق عبد الفتاح السيسي أو مش عبد الفتاح السيسي سيتم النزول ضده بعد 100 يوم لو عجز أو فشل. طيب. عن تحقيق أهداف الثورة. هل نحن الآن أمام عثرة للثورة؟ الثورة تتعلم من نفسها أم ماذا؟ في الحقيقة الثورة مرت بعثرات ومرت نقاط القوة أطاحت برأس النظام، لم تستطيع أن تطيح باقي النظام. مرت بعثرات من أهمها هو عودة النظام القديم بدون رأسه.
النهاردة سقطت ورقة التوت التي كانت تستر هذا الرجل المنقلب على السلطة، وأوضحت يعني ما كان يفكر فيه، وأوضحت أن هذا الرجل كان يتطلع فقط لأن يصل للسلطة، وأكدت لنا أن ما حدث هو انقلاب من أجل استرداد السلطة العسكرية، من أجل استرداد النظام مبارك للدولة المصرية. الأستاذ الشاب معاذ عبد الكريم عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا، شكرا جزيلا لك. وكذلك الأستاذ الشاب أيضا محمد فاضل عضو تنسيقية 30 من يونيو، شكرا جزيلا لكما. وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من المشهد المصري، نستقبل آراءكم على مشهد الجزيرة دوت نت. إلى اللقاء.